ازيكم اعزائي المشاهدين، ورجعت لكم تاني بفيديو قوي. هاخدكم في مالديف مصر طويلة ايلاند، وكمان هقول لكم الاسعار زي ما اتعودنا. موجودة جزيرة طويلة في البحر الاحمر في شمال الغردقة، بتغطي مساحة حوالي 5000 فدان، وهي طولها على مساحة 22.5 كيلومتر مربع تقريبا من منطقة الجونة. بتتميز الجزيرة بشواطئ رملية خلابة ومية زرقاء صافية، بتخليك تشوف عالم من العجائب تحت المية، وده لان بتشوف كل حاجة موجودة تحت المية بس وانت مسترخي على الشاطئ. تعالوا نتكلم على تصميم جزيرة طويلة. زي ما انتوا شايفين هي واخدة طابع جزر المالديف، أكواخ، وطبعا مش أي أكواخ فيها كل الراحة والأناقة، والفرنتشر اللي موجود فاخر جدا. حتى كمان هي بتضم حمامات سباحة خاصة داخل كل كوخ، فيها طبعا إطلالة مبهرة على البحر الأحمر، وبتستمتع كمان بخصوصية لأن انت بتغطس في حمام السباحة الخاص بيك. اما بقى بالنسبة للضيوف اللي بيدوروا على مساحة اكبر وفخامة اكتر، هنقول لكم في اجنحة اكواخ مائية، غرف معيشة واسعة جدا متميزة بطابقين. المكان مثالي جدا للاسترخاء والترفيه في نفس الوقت، ومن اكتر الحاجات اللي بتتميز بيها ان انت حاسس بعزلة، انت رايح هناك تفصل فعلا، ليك خصوصيتك ومساحتك الخاصة بيك. اما بقى لو بتحب الرملة والشط، هقولك احسن حاجة الاكواخ الشاطئية، انك بتوصل للشاطئ لانك بتنزل من الكوخ على طول على الشاطئ. طبعا ده شعور مفيش زيه، اقامة غير عادية كل لحظة فيها متتمناش انها تعدي. ودلوقتي هاخدكم للجزء المهم، وهي الاسعار حاليا. هقول لكم نوع كل كوخ موجود وسعره في الليلة كام. هنبدأ اولا بالبيتش بانجلو او الكوخ الشاطئي، ده سعره في الليلة 30,000 جنيه. اما بقى سعر الووتر بانجلو اللي هي الكوخ اللي في وسط المية، ده سعره 33,000 جنيه في الليلة. اما بقى سعر الووتر بانجلو سويت اللي هو الجناح اللي موجود في المية، 38,000 جنيه في الليلة. طبعا الاسعار دي شاملة كل الضرايب والسيرفيس تشارج. الاسعار دي مبنية على السوفت اول انكلوزيف، يعني فطار وغدا وعشاء، وكمان كل السناكس وفي اي وقت في اليوم. وكمان من الحاجات المهمة قوي ان السعر ده بيشمل الترانسبورتيشن اللي هي البوت اللي بتجيبك من الجونة لحد الجزيرة رايح وراجع، ودي بتاخد حوالي من 60 ل 90 دقيقة علشان توصل لجزيرة طويلة. ملحوظة مهمة بخصوص الترانسبورتيشن للجزيرة، انتوا المفروض وانتوا رايحين الجزيرة في البوت ده بيتحرك الساعة 10 الصبح بس، وفي العودة وانتم مخلصين الإقامة بتاعتكم البوت بيتحرك تاني للجونة الساعة 1 الظهر بالظبط. طبعا هي جزيرة طويلة محبذة قوي للهاني مونرز، ولكن لو انت حابب تروح ومعاك طفل لحد 6 سنين فهو فري اوف تشارج، ماكسيمم طفلين بس، وده لان الكوخ مش هيسع اكتر من 2 كبار والطفلين صغيرين تحت 6 سنين. الحاجة الحلوة بقى لو انت محتاج تاخد اكسترا بيد، سرير تاني لطفل معاك، ده بيكون فري ولكن على حسب امكانية الفندق ساعتها. وهنا لازم اقول لكم على الهوتيل سيرفيسز اللي بيقدمها. طبعا بيقدم لاندري، عندهم جيفت شوب، عندهم كمان يخت باركينج لو عندكم يخت يعني عايزين تركنوا، وكمان متاح بيبي سيتر عند الطلب، وفي كمان دكتور وسكيورتي ستاف للفندق بالكامل. لو رحنا بقى للفاسيلتيز هنلاقي هناك ان في سبا وفتنس سنتر اللي هو الجيم، وفي كمان كيدز كلاب، وكمان الالعاب المائية اللي موجودة هناك. وبس كده يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، باي.